عاصمي. اهلا وسهلا فيك خالد. اهلا بيك. خالد له 3 سنوات منفصل عن زوجته، السبب انه كانوا متزوجين وصار عندهم 4 ابناء، يعني ولد و3 بنات، صبي و3 بنات. الصبي شو اسمه خالد؟ اسمه حمزة. حمزة، ابو حمزة. بعد 20 سنة زواج بتكتشف مدامته انه خالد متزوج من وحدة صديقتها، وإلهم 3 سنوات متزوجين وكان هو مخبى الموضوع عنها. طبعا زعلت وتركت البيت، وهلا في انفصال له 3 سنوات. 3 سنوات. 3 سنوات. بعدك متزوج الثاني؟ لا، طلقت. طلقت الثاني؟ طلقت الثاني. طلقتها. وهي صديقة زوجتك كانت؟ صديقتها المقربة. مقربة. وبالسر عن زوجتك عملتوا كل هالشيء؟ هلا كله كان بالسر. كله بالسر. كله بالسر. كيف قدرت مرقت هالقصة؟ مش عبقري انت. ممكن هو الحظ. حظ؟ زبط معي. زبطت معك؟ حاولت لكن ما زبطت بعدين. هيدي خيانة مزدوجة، خيانة منك انت لزوجتك وخيانة من صديقتها لإلها، ومعها حق تزعل الست خديجة. أكيد. تترك البيت وتفل هي والأولاد. انت الأولاد عم تشوفهم؟ هلا أنا صار لي 2 سنين ما بشوف الأولاد. ما شفت الأولاد أبدا؟ لا لا. وسألت عنهم كيف عايشين؟ كنت خابرهم حاكيهم. بس عم تهتم فيهم؟ هلا يعني أنا بعيد عنهم. بتعرف عائلة وأسرة والست لوحدها عم تعطيهم فلوس؟ طبعا بعطيهم. تبعت لهم. ايه. بس هي ما كانت تكلمني، يعني انا ما بتكلمك؟ بحكي معها. بحكي مع الاولاد بس. بتحكي مع الاولاد؟ بحكي مع الاولاد، بطمن عليهم. بطمن عليهم، بشوف شو امورهم. لان نعم. قديش عمره حمزة؟ حمزة عمره 10 سنوات. والبنات اكبر يعني؟ البنات اكبر. قديش الكبيرة؟ عندي 11 و15 و18. 18 الكبيرة. شو اسمها؟ اسمها رباب. رباب. والثانية اسمها ليلاس. وعندي نور الصغيرة. نور ما شاء الله عليهم. ما شاء الله. رباب شو عم تعمل؟ صارت بالجامعة؟ هلا عم تدرس ثالثة ثانوي. بكالوريا يعني. بكالوريوس. نعم. رح تدخل على الجامعة يعني؟ حتدخل على الجامعة إن شاء الله السنة بننجح. إن شاء الله. إذا رجعنا إن شاء الله نرجع. يا أبو حمزة، أنت اليوم جاي لعند الست خديجة تتقلها لنقعد مع بعض. أكيد. طيب بهال3 سنوات بركي الست خديجة تغيرت حياتها، في عندها حدا، بركي تزوجت، أنت عندك فكرة شو صار فيها؟ هلا أنا عم بسأل على أخبارها وهي، بس أنا جيت بدي أرجع وصلح غلطتي. نعم. أنا لأني ندمان. وزوجتك الثانية وينها؟ صديقتها؟ زوجتي الثانية طلقتها. طلقتها؟ طلقتها. ليه؟ طلقتها لأن اكتشفت إنه أنا خسرت أولادي وخسرت زوجتي اللي بحبها. وأم أولادي ما لي غنى عنهم. هذا. عندك أولاد منها الثاني؟ لا، ما في أولاد؟ لا. إنه غير قديم وما بيديم له. شو المثل بيقول؟ غير قديمك ما بيدم لك؟ هي غير قديمك ما بيدم لك. صح. مش هيك؟ طبعا. يعني يا سيدي نحن وجهنا الدعوة للست خديجة، بعثت لها الدعوة أنا، خلينا نشوف إذا كان وافقت ولا لا. إن شاء الله بتأمل. بنشوف. اهلا استاذ جورج، مشوار النهارده هيكون في اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور للاستاذه خديجه العمري. مساء الخير. اهلا وسهلا. حضرتك استاذه خديجه؟ ايوه. حضرتك عندك 35 سنه ومتزوجه، مظبوط؟ ايوه. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، جوزت لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. طيب انت كيف عرفتي بيتي ومين دلك علي؟ حضرتك بياناتك كلها عندنا عند فريق الامن، هو هيكلمك وهيقول لك على ميعاد التصوير ومكان التصوير.
والبرنامج شو البرنامج يعني؟ هو احنا بنختار فيه بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، وحضرتك من ضمن الشخصيات دي. ايوه، مع جورج قرداحي؟ ايوه مظبوط. طيب ماشي. حضرتك قبلتي الدعوه؟ طبعا قبلتها. اتفضلي. شكرا. استاذ جورج. اهلا وسهلا، اهلا خديجه، اهلا حمزه، اهلا. تفضل يا عيوني، اهلا. اهلا وسهلا اهلا فيكي. فيك استاذ جورج. طول عمرك الله حبيبتي، يسلمك. كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف اخباركم؟ كيف نشكر اخبار ربنا. الشام؟ تمام. تتواصلوا مع الشام دايما؟ الحمد لله. الاهل بخير؟ كلهم يسلموا. والجميع بخير؟ الحمد لله رب العالمين. اموري كيف هون بمصر؟ الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. ماشي. شو بدك تعملي؟ يعني دعين تشغلت الله. الناس الحمد لله. طمنيني، الاولاد مناح؟ كويسين الحمد لله رب العالمين. رباب شو عم تعمل؟ رباب تمام منيحة. منيحة؟ حلوة مثل امها؟ طبعا. طبعا. الله يخلي لك اياها. الله يخليك يا الله رب. يخلي لك اياها. يمكن عم تتساءلي بينك وبين نفسك انه شو السبب دعوتك لهون، سالتيها لساعة بريد، قالت لك انه في شخصيات بيجوا على البرنامج، بقى انت شخصية على راسنا وعيننا. الله يخليك. واهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. بكفي ابتسامتك الحلوة. شكرا كثير لك. في شخص هو طلب مني ادعيكي. بقى اكيد يعني بتعني له شيء هذا الشخص. تحبي تعرفي مين؟ بحب اعرف مين. فكرتي يعني شاكي بحدا؟ شاكة بشخص. بركي هدية، طلعي لشوف. اعذريني، يعني بعرف انه يمكن بتفضلك انت ما تشوفي، بتفضلي ما تتواجدي هون اكيد، وراحت الابتسامة عن وجهك فجأة. بقى ان شاء الله ترجع. بتعرفي ليش اجى لهون؟ ما بدي اعرف. هو طلق زوجته اللي خانتك واللي هو خانك معها، طلقها وحس بندم وخطأ وبعت لك رسالة، بدي اقرا لك اياها. بيقول لك: حبيبة عمري، بالسوري حبيبة عمري وأم أولادي خديجة، لا يوجد في حياتي أغلى من عشرتنا وبيتنا وأسرتنا، وكلها غالية لأنك جزء منها. أنت التي ائتمنتها على بيتي وأولادي، وكنت دوما على قدر الأمانة. انتبهي، أنا هول الرسائل ما بطلع عليهم قبل، أنا باخذهم هلا قبل ما تفوتي أنت. أما أنا فلم أراعي العشرة وخنتك وجرحت مشاعرك، وأعترف لك أمام الناس أن ما فعلته لم يكن له مبرر، وأنك لم تستحقي مني ذلك. لا يوجد إنسان في الدنيا لا يخطئ يا خديجة، ولكن الله يفتح دوما باب التوبة، وأنا تبت وندمت على ما فعلت، وأملي أن تغفري لي. كل ما جرى كان نزوة أفقت منها، وأتيت إلى هنا لأعتذر لك أمام الناس، ولأشهدهم أنني نادم على خطئي في حقك وحق الأولاد، وعازم على ألا أعود إليه، وعلى أن أعوضك على كل المرارة التي شعرت بها بسببي. خديجة، بحق العشرة الطويلة ولأجل خاطر الأولاد أسألك أن تسامحيني ونعود معا، والمسامح كريم. بعد شو بدي سامحه؟ معك حق. عشو بدها تسامحك يا أبو حمزة؟ عشو بدها تسامحك؟ بدها تسامحني صديقتها أعز وحدة لإلها خنتها معها، ورحت تزوجت عنها بالسر، ما عرفت إلا بعد 3 سنوات. عشو بدها تسامحك؟ بدها تسامحني وأنا غلطت وما في حدا ما بيغلط. أنت حبيبتي وعمري
واللي مانو قديم مانو جديد. وأنا صار لي فترة طويلة عم دور عليكي، ما خليت حارة بمصر وبالقاهرة 100 مليون وأنا عم دور عليكي لقيتك. ما حأطلع من هون إلا ما تسامحيني، أنا غلطت بحقك. ما بعرف يعني شو سهل واحد بعد ما يعمل كل شيء بيجي لعند الثاني بيقول له سامحني وانا ندمت. ربنا كريم بيسامح وبيقبل التوبة، وانت بتأمل منك. انا بكون مكانها لست خديجة فكر نفس الشيء، انه بعد شو 3 سنين احكي خديجة قولي له 3 سنين اخذت الاولاد وطلعت فيهم، انت ما بتسأل عليهم، على شو بدي سامحك؟ بس عم يحكي مع الاولاد، قال عم يسأل عنهم. بيسأل عليهم بس يعني هو بعيد، هو من بعيد عم يسأل عليهم بس ان الاولاد بدهم ابوهم بس انا سألته السؤال قلت له انت عم تهتم فيهم، عم تساعدهم ماديا كذا؟ بيبعث لهم هو فلوس بس اول الاب وقت في فلوس عم بيساعد، وقت بيكون قريب غير يعني ام حمزه يعني عم بيساعد. انا اجيت كمان هي نقطة مهمة بيساعد، لانه في مرق معنا قصص بيساعد. اباء ما بيسألوا عن اولادهم. لا هو بيساعد. بيساعد. طب انت اللي جرحك اكثر شيء انه صديقتك جرحني، انه صديقتي وتزوج عليكي بالسر وانا ما بعرف. انا ما بعرف يعني لو تزوج وحده غير صديقتك معلش؟ ليش حتى يتزوج يعني؟ مشان شو؟ لا بس عم بقول يعني انه لو كانت وحده غير صديقتك ممكن ممكن كنت سمحتي، ممكن. بس هيدي الصديقه اللي كانت معك بنفس البيت وقريبه كثير مني واسراري معها واسرارها معي، فهذا اللي زعجني اكثر. خيانه مزدوجه. كيف تحملتي هالشيء؟ صعب كان. تحملت، انهارت اعصابي ومرضت، ففكرت انه اولادي لازمهم حدا يرعاهم، فقويت مشان اولادي. برافو عليكي، برافو عليكي يا خالد. لا خديجة شو انا معك؟ بالحقيقه عملتك ما بتنعمل. صح، انا ماني متفاجئ يعني بكلامك، بس انا غلطت بس بدك تسامحيني، يعني ما في حدا ما بيغلط، كرمال اولادنا وكرمال العشره اللي بيناتنا. انا بدي افترض رح تسامحك، بدي افترض يعني هي ما بعرف، على اي اساس؟ على اساس انه نرجع مثل ما كنا واحسن وننسى الماضي ان شاء الله، وعوضك عن الايام المراره اللي شفتيها شو بقدر ساوي وشو تطلبي، ما في مشكله. انا ندمان، يعني ندمان كثير مشان اولادنا بعدين. ليش ما فكرت باولادك قبل ما تتزوج؟ لا انت شو ما حكيتي انت معك الحق، بس يعني لازم تسامح. بيقول غوار يخرب بيت الحب شو بيزل، ما هيك؟ ربنا كريم يسامح وانت بدك تسامحي. سألتيه انه بعد ايش؟ معك حق، وانا سألته قبل انه بعد ايش؟ انه واحد بيعمل عملته وكذا وبيجي بعدين بيقول سامحوني. معك حق، بس من منا لا يخطئ يا ام حمزه؟ مين منا لا يخطئ؟ بس انا ما رح انت، اخوك، ابوك، كل واحد منا يخطئ. وندمان، مرقوا 3 سنوات، مرقوا، بس يعني شاعر بالندم الرجل ومفتقدك، لانه انا حكيت انا وياه، عم بيقول لي انه ما بيدم لك الا قديمك، يعني جديدك ما بيدم لك. هيدي الست اختلف معها وطلع انه مش مثل ما كان مفكر، ولعبت له بعقله شوي، نزوه مثل ما قال لك بالكتاب، نزوه مرقت. بقى انت هل بدك ترجعي تنقذي عائلتك؟ لانه انا مثل ما بشوفه، والكاميرا بتفضح، انا بقرا بالكاميرا وكل الناس بيقروا، حتى المشاهدين بيعرفوا انه ببين الانسان اذا صادق ولا لا. انا شايفه صادق، واحد غيره ما بقول لك لا، بس يعني حالي تاني غير حالتك. بس نحن فيه بلاء عايشين. معلش، بس الى متى؟ انت يمكن انت منك بحاجه له، بس بتعتقدي رباب مش بحاجه له، نور مش بحاجه له، حمزه مش بحاجه له، شو اسمها الثاني اسم الله؟ ليلاس مش بحاجه له. اب والبنت بهالعمر هلا اكثر وحده محتاجت له رباب.
ما هن كانوا بعدين صغار بناس. وقت تركوا. إيه بس هني هلا لما صاروا بالمراهقه هني بيحتاجوا للاب اليوم. انت مش محتاجتيه اكيد وانت يمكن طويت الصفحه، بس بالنهايه في عائله، في اسره، في ابنه حمزه 10 سنوات بده يكبر، تعتقدي ممكن يكبر هالولد من دون اب؟ اجت فرصه انه هذا الاب يندم ويرجع عن خطأه ويقول يا عمي انا اخطأت. لا، ما بيمشي الحال. ليه؟ خلاص شلته من حياتي. عارف، بس سؤال بيني وبينك، في حدا بحياتك شيء تاني؟ لا 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 معلش لو سألت لا، السؤال لا. حقي اسأل. لا لا، عم تفتشي على حدا؟ لا، أنا بس بدي ربي أولادي وبس. أخلاقه كيف؟ عادة قبل ما تطلقوا قبل ما أخلاقه تتركوا بعض. كويسة. أخلاقه كويسة؟ كويسة. عنده شيء أنا هذا يشكي اللي فاجأني فيه إنه بس إنه بيشكي من شيء لا، يعني لا، ما- بأطباعه بعاداته بيشكي من شيء كرجل بالبيت يعني؟ لا لا بس أنت شلتيه من حياتك لأنه خلص، لأنه جرحك بقصة جرحني هذه بقصة الست اللي- صديقتي. يعني تحمليه كل المسؤولية هو؟ كان أنا بدي أحملها كلها المسؤولية؟ لا، بتحمليه كل المسؤولية. طبعا بدي أحمل مسؤولية المسؤولية. الخطأ. طبعا. ما بتحملي نصها لهديك الست اللي كانت صاحبتك؟ بس هو الأساس. إيه هو الأساس. هو الأساس، وكمان مقنع. صديقتي أنت أنا ما بحب إني أتذكرها أبدا. خلص هديك خلص حذفناها. طبعا. بس هديك ممكن تشيليها من حياتك نهائيا، مش هيك؟ لأنه ما لها علاقة فيكي بقى، بس هو بعده بي ولادك. مش سهل تقولي والله شلته من حياتي، مش حتشيليه. بس من أنا حياتي. كيف بدي أقدر أنسى؟ طيب كيف أنسى هذا الشيء اللي صار؟ والله بتعرفي انه بدي اقول لك شغله يا ام حمزه، انه الله انعم على الانسان بنعمه النسيان. بينسى الوقت، بينسي ويمكن انت نسيتي، يعني بهالثلاث سنين ختم الجرح. الجرح ختم الجرح بده بس اسبوع. كثير قاسيت. ختم. كثير قاسيت. انا بعتقد انختم وبلسمتي جراحك، وبشوف انه مناسبه هالرجل اجا من خلال هالبرنامج بثقته فينا، حب انه نكون شهود على عودتكم لبعض. طبعا الله هو الشاهد. هذه فرصه. تفضل خالد، فيك تحكي شوي لانه ما بدي طول كثير، القصه ما بتستاهل كثير، خلصنا، الماضي مضى. في الاولاد بدنا نشوف مستقبل الاولاد، بدنا نشوف بس يكبروا شو بدنا نعمل، كيف بدنا ندير بالنا عليهم، كيف بدنا طبعاً نكون لازم. متضامنين مع بعض حتى ندير بالنا عليهم. الاب موجود الحمد لله، صحته منيحه، مش متوفي لا سمح الله، مش يتامى، بقى موجود وما في شيء. عم بتقولي اخلاقه طيبه كويسه، رجل منيح، فاذا عمل هالنزوه هيدي ومرق، خلص مرقت راحت. احكي تفضل. لا يا خديجة، يعني أنا جرحتك جرح كثير قوي بس يعني نزوة ومضت وراحت خلاص وانتهت، طلعت من حياتي نهائيا. انتو حياتي وانتو مستقبلي، ولادك ولادنا لازم نكون معهم أنا وياكي، ما نتخلى عنهم بهالوقت هذا، لأنه هلا هن بمرحلة كثير حرجة، لازم أكون أنا موجود. معلش انت يعني متضايقه ومتاثره خلينا ننسى الماضي ونطلع على المستقبل. ما مستقبلنا نحن، لا صفي مستقبل اولادنا. خالد، انا بدي اسالك سؤال، اكيد خديجه بدها تسالك اياه. يعني بكره شفت لك وحده حلوه مثلا، ترجع تعمل فيها نفس الضرب؟ لا اكيد، ما خلص، اكيد خلص. انا يعني احلف لها، عانيت. اقسم الا والله العظيم ما عاد فكر بهالامور ولا اشوف حدا غيرك. انت دنيتي وحياتي وعمري. حلو، صدقيني. طلعي فيه، شوفي ندمان مسكين، يعني ما ناطر منك اشاره، بس قولي له اذا في عندك اي شيء. ولو ما بدي اياك انه ما كنت اجيت دورت عليك وما خليت مكان، وهي انا قدام الجمهور قدام الناس
جاي اعترف لك اني انا غلطت وربنا بيسامح وانت مفروض تسامحيني. معلش انا حبوس راسك وايديكي بتعرفي يا ام حمزه، كرمال اولادنا. بتخيل انا احلى هديه بتعمليها للاولاد انك ترجعي انت وياها، تشوف رباب شو بدها تقول وكله احلى هديه، لانه ما في سبب بقى، خلصنا. ومن منا لا يخطئ، من منا لا يخطئ.